يعني ايه شاب وايه هو سن الشباب اصلا؟ يعني ايه بقى شاب نشأ في عبادة الله؟ ايه هي صفات الشاب ده بقى شاب نشأ في عبادة الله؟ لعلي ألحق نفسي واكون هو. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واتكلمنا عن أول هؤلاء السبعة وهو إمام عادل، والنهاردة جايين نكمل الحديث وهنتكلم عن ثاني هؤلاء السبعة وهو شاب نشأ في عبادة الله تعالى. وقبل ما نبدأ كلامنا عايزين نعرف أولا يعني إيه شاب وإيه هو سن الشباب أصلا. أهل اللغة والفقهاء اختلفوا في تحديد سن الشباب، منهم اللي قال إن سن الشباب بيكون من سن 15 ل 30 سنة، ومنهم اللي قال إن سن الشباب بيكون من 15 ل 40 سنة، ومنهم اللي قال إن سن الشباب بيبدأ من البلوغ وينتهي بسن 30 أو 32 سنة، وهذا هو الأقرب. طب يعني إيه بقى شاب نشأ في عبادة الله؟ شراح الحديث اختلفوا في شرح الحديث ده، وخاصة حتة شاب نشأ في عبادة الله. منهم اللي قال إن الشاب الذي نشأ في عبادة الله هو الشاب اللي اتربى من صغره على الطاعة والعبادة، وما جاش عليه الشباب إلا وهو على خير، فقضى عمره الباقي كله على هذه الطاعة. ومنهم اللي قال إن الشاب ده هو الشاب اللي حسناته في شبابه أكتر من سيئاته، مش زي ناس كتير تعصي ربنا في فترة شبابها وتيجي قبل ما تموت ويعبد ربنا في أواخر عمره. ومنهم اللي جمع ده كله وقال لك إن شاب نشأ في عبادة الله تعالى يعني شاب حسناته في شبابه أكتر من سيئاته، وتربى وقضى عمره كله على طاعة الله تعالى. طب إيه هي صفات الشاب ده بقى شاب نشأ في عبادة الله؟ لعلي ألحق نفسي واكون هو. بص يا حبيب قلبي، صفات الشاب ده كتير، لكن أنا هقول لك على 5 حاجات لو موجودين في الشاب يبقى نحتسب إن شاء الله على خير ويكون من هؤلاء الشباب. الحاجة الأولى: لا يستهين بالالتزام بالفرائض. وقبل ما أقول لك يعني إيه، عاوز أقول لك إن ربنا ما فرضش علينا أي حاجة إلا إذا كانت سهلة علينا كلنا. يعني ربنا لما فرض علينا ال5 صلوات فربنا عارف إن كلنا نقدر نأدي ونصلي ال5 صلوات دول لأنهم مش كتير علينا، علشان كده فرض علينا الصلوات. وربنا لما فرض علينا صيام شهر رمضان فربنا عارف إن صيام شهر واحد مش كتير علينا ومش صعب علينا، فعلشان كده فرضه. فإن شاب 15 ولا 20 ولا 25 سنة يحافظ على الصلوات ال5 ويصوم رمضان من كل عام ويداوم على الفرائض وما يستهينش بيها اللي هي عددها قليل أصلا وسهلة بالنسبة له، فده نحتسب إن شاء الله شاب نشأ في عبادة الله. الحاجة التانية: ألا يصر على الكبائر. الكبائر هي كل ذنب ربنا توعد عليه بالعذاب الشديد أو بالطرد من الرحمة، زي الزنا وزي شرب الخمر وعقوق الوالدين وغيرهم. وخلي بالك أغلب الكبائر بتكون في إيذاء الخلق، يعني مش في حق ربنا بس، لا في حق الناس كمان. فإنك تأذي الناس سواء بالكلام أو بالأفعال فالعلماء عدوه من الكبائر. فالشاب ده مش بيصر على الكبائر، ولو حتى وقع فيها فهو مش بيصر على الكبائر وبيستغفر ربنا دايما، فده نحتسب إن شاء الله شاب نشأ في عبادة الله تعالى. الحاجة الثالثة: شاب ماله حلال، ما بيسرقش لا من أهله ولا من الناس، وحتى في شغله لازم يكون ماله حلال وشغله حلال، لأن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا كذا تحذير: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سعد بن أبي وقاص قال له: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالشاب الذي نشأ في عبادة الله لازم يكون ماله حلال، وقبل ده كله رضا ربنا سبحانه وتعالى عنه وخشية عذابه. الحاجة الرابعة بقى وهي دوام التوبة من الصغائر. احنا لما بنعمل ذنوب يا جماعة مش بنقارن نفسنا باللي بيعمل كبائر ونقول دي صغيرة يعني وربنا غفور رحيم، لا، أنا لا أنظر إلى صغر المعصية، أنا أنظر إلى عظم الله سبحانه وتعالى. فالشاب ده لازم يكون بيخاف من ربنا في الصغيرة
الصغيرة وفي الكبيرة. يعني قبل ما يعمل أي ذنب أو أي صغيرة يبص الأول ويسأل نفسه هل الذنب ده هيغضب ربنا مني؟ لا، سيبه بدل ما ربنا يغضب عني. الحاجة الخامسة والأخيرة، شاب لا يعتدي. شاب لا بيكره حد ولا حد بيكرهه، لا بيضرب حد ولا بيسب حد ولا حد بيشتكي منه. إنسان مش مفتري على خلق الله، مش سالب للحقوق، مش مؤذي للخلق. الناس تتمنى جواره مش تتمنى رحيله من الدنيا. دول الخمس جوانب فيما أعتقد إن هما من صفات الشاب الذي نشأ في عبادة الله. وقبل ما أختم حابب أقول لك حاجة يا حبيب قلبي، كلنا شباب بس مش كلنا زي بعض، مش كلنا نفس المقام عند ربنا. فعاوز أقول لك إن الفتن كتير قوي علينا كشباب وخاصة في الفترة دي. وعلى فكرة كلمة شاب يقصد بها هنا ذكور وإناث، يعني مش شاب ذكور بس، لا الإناث ينطبق عليهم نفس الكلام ده بالظبط. فالشاب اللي يقدر يقاوم الفتن دي كلها في السن ده وفي المرحلة دي وفي الزمن ده يبقى يستحق يكون شاب نشأ في عبادة الله تعالى، فيستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سلام.